ازيكم؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في موضوع فيديو النهارده هتكلم على مرض خطير جدا، وعلى الارجح انك هتكتشف انك مصاب به مع نهايه الفيديو، وهو مرض الادمان. وايوه فعلا انت زي ما سمعتني، الادمان هو مرض، وكمان مرض مزمن. انا مش هتكلم عن نوع معين من الادمانات، ولكني هتناول موضوع الادمان بصفه عامه، وده كونه لأن جميع الإدمانات بتشترك في نفس البنية النفسية والعلمية. بس تعالى سوا نحط تعريف للإدمان، وأنا هنا الصراحة مش هلاقي أفضل من التعريف اللي قام بوضعه دكتور عماد رشاد في كتابه ممتلئ بالفراغ للتعافي من الإدمانات والسلوكيات القهرية. وهنا بيقول إن الإدمان هو اعتماد سلوكي نفسي بيولوجي يتمثل في التناول القهري لمادة ما، أو الممارسة المتكررة لسلوك بعينه من شأنه تحفيز مركز اللذة والمكافأة في المخ، مثيرا دفقة من ناقلات عصبية تسمى الدوبامين، ومن ثم شعور بالارتياح والانتشاء، على الرغم من العواقب الضارة المترتبة على ذلك، ورغما عن كثرة الوعود المقطوعة مع النفس في التوقف. وهنا التعريف بيشرح عدة مفاهيم، تعالوا نتناولها بشيء من التفصيل عشان توضح لكم الصورة بشكل أكبر. أولها وأهمها هو عدم كون الإدمان المشكلة، ولكنه يمثل عرض المشكلة أو حل للمشكلة. خليني أوضح لك. طفل تعرض لتربية قاسية جدا، ونشأ عنها بمشاعر من الخزي وجلد الذات وعدم قبول لنفسه، اترجم من عدم قبول أهله واللي حواليه ليه. وهنا لما كبر الطفل ده فضل يدور على معنى القبول اللي ملقوش عند حد غير في المادة الإدمانية، اللي هنا عرضت نفسها ليه كحل وملجأ للقبول، كصديق مش هيحكم عليك وهيمنحك السعادة. كطفل كان مفتقد حضن أبويه في الصغر، كبر يدور عليه في احتضان الأجساد لمشاهدة الإباحيات. أو فتاة تم نقدها على طول الوقت علشان وزنها تخين وزايد، فقررت إنها تعاقب الجميع وتستمر في تناول السكريات والأطعمة الدهنية. أو شاب بيعاني من الوحدة والعزلة والانطوائية وندور على صديق ليه في المادة المخدرة. وأنا هنا عايزك دلوقتي، سواء كنت واقع في أي نوع من أنواع الإدمانات أو تعرف حد واقع بالمشكلة دي، إنك تبتدي تغير نظرتك ليه أو نظرتك لنفسك، من إنك شخص منحل أخلاقيا أو ضعيف الإرادة، تبقى شخص مريض ومحتاج للعلاج. تاني نقطة هشرحها باختصار شديد، وهي طريقة تعامل عقلك مع المادة الإدمانية. وهنا أنا بتكلم على حاجتين بالضبط. هنا أنا بتكلم على الدور المباشر والتأثير المباشر للمادة الإدمانية على عقلك، والدور الثانوي اللي بتقوم به المادة الإدمانية في إحساسك بالسعادة وشعورك بالرغبة وعدم قدرتك على التوقف المادة الإدمانية. وهنا أنا بتكلم على نقل عصبي، وهو الدوبامين المتهم الرئيسي في استمرارك في السلوك الإدماني. ممكن الجزئية النفسية دي بقى توضح لنا إحنا ليه مهما قطعنا لأنفسنا وقت بالتوقف عمرنا ما بنقف عن السلوك الإدماني. وهنا لأننا بنركز على التوقف عن السلوك الإدماني بعينه دون إيجاد حل أصلي للمشكلة الأصلية والخلل النفسي الكائن. وباختصار كده هو مرض نفسي بيولوجي، اعتماد سلوكي، زي ما وضح دكتور عماد رشاد في كتابه ممتلئ بالفراغ اللي شرحته لكم من شوية. وانت لو طلعت من الفيديو ده فاهم النقطة دي، بس دي هتبقى أول خطوة ليك في العلاج. ما حبيتش أطول في الموضوع أكتر من كده، لأن الموضوع صراحة كبير جدا وفي تفاصيل كتير وممكن تقسم سلسلة فيديوهات. فأنا أحب أعرف منكم لو حبيتوا إني أتكلم في الموضوع ده بأكثر من التفصيل في فيديوهات جاية، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. هسيب جميع طرق التواصل معي على الشاشة وتحت في الديسكريبشن. أتمنى أشوفكم على خير المرة اللي جاية. سلام.